وحاجة كده يا جماعة ترم القلب وترد الروح. ده أحلى طاجن ممكن تجربوه، طاجن عكاوي بالخضار. إنما إيه، شايفين الصوص اللي فيه ده يتحط على شوية رز عربي، حاجة كده من الآخر. بس تعالوا نعمل عكاوي صح من الألف للياء. اول حاجه يا جماعه انا جبت العكاوي ورحت منزلاها في ميه سخنه بتغلي لمده 10 دقايق، وبعدين شطفتها وابتديت هنا بقى من اول وجديد في طاسه سخنه او حله سخنه. بحط بقى الزبده تسيح واحط شويه توابل، ورقه لوري، حبهان مطحون، فلفل اسود، وعليهم كمان جنزبيل باودر، رشه جوز الطيب. ولازم عندي كده اشم ريحه التوابل دي، اروح بقى ايه حاطه العكاوي واقلبها كويس جدا، ومعاها شويه خضار. الكرفس عندي اساسي مع بصلايه طماطمايه وكمان جزرايه. عايزه اقول لكم هتاخدوا شويه شوربه ما حصلتش. لازم بقى اقلب العكاوي كويس جدا لحد ما تاخد لون كانها متحمره، وكمان ريحتها هتلاقوها كده فحفحت مع التوابل. اضيف بقى دلوقتي الميه سخنه بغطيها تماما، اول ربع ساعه بسيبها تغلي على نار عاليه، وبعدين بهدي النار علشان ياخد يا جماعه عكاوي دايبه. طيب بعد الساعه بقى بختبر طبعا العكاوي بلاقيها استوت معايا. ما تقلقوش، الحركه اللي احنا عملناها في الاول دي سوت العكاوي كويس جدا. هجيب بقى طاسه بحط فيها برضو مكعب زبده، بصل كتير، وبقلبه وبحط نفس التوابل والبهارات اللي حطيتها وانا بعمل العكاوي دي، مهمه جدا جدا. وبحط كمان كرفس وطماطم متقطعه، وكمان فلفل اخضر حار وفلفل رومي. طبعا فلفل حار اختياري، بس عايزه اقول لكم بيبقى طعم جدا جدا مع طاجن العكاوي. بقلب بقى كل الخضار ده وبسيبه يدبل شويه على النار، وعندي هنا خلاص بتكون العكاوي استوت. وزي ما قلت لكم حطيت نفس التوابل ونفس البهارات اللي حطيتها على العكاوي حطيتها هنا كمان على الخضار ده. واخر حاجه رشه جوز الطيب. هجيب بقى طاجن فخار عربي كده بيدخل الفرن، واول طبقه هحطها فيه هي طبقه الخضار اللي احنا عملناها مع بعض. وبعدين اطلع بقى العكاوي من الشوربه وابدا ارصصها كده في الطاجن، وبعد كده احط شويه الخضار اللي لسه عندي. بعد كده بقى بعد ما بحط الخضار بجيب الشوربه اللي احنا عملناها مع بعض بتاعه العكاوي واحطها عندي هنا في الطاجن بكل البهاريز بتاعتها بقى، بشويه الكرفس اللي موجودين فيها، الجزر، عود القرفة، كل حاجة بتطلع معايا عندي هنا بحطها. وبعد كده برصص عليها شوية فلفل رومي، وكمان لو عندكم فلفل الوان ممكن تستخدموه. هندخلها الفرن طبعا متغطية لمدة ساعة كمان تطلع. قدمتها جنب رز عربي. الرز العربي بعمله رز بسمنة، وبعد كده بحط له عود لوري وشوية حبهان مطحون وملح وفلفل اسود، واستمتعوا بأحلى عكاوي دايبة دايبة. بجد هتجربوها من ايد فيفا وترجعوا تدوروا. اسيبكم انا بقى علشان اروح اكل.